بلاش كل لما تشوفوا حد تعبان وحزين تقولوا أصلك مش راضي، أصلك بعيد عن ربنا. انت بس لو تسلم أمرك لله هتبقى سعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حزين حزن شديد جدا على زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وعلى عمه أبو طالب. وأما فقد ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني ممكن يبقى في حد راضي بقضاء ربنا وقدره، مؤمن بيه جدا وربنا دايما كاتب له الخير، بس يبقى حزين وتعبان أو مجهد من كتر الخبطات والصدمات اللي قابلها كتير في حياته وشافها في حياته. ممكن يبقى بيعيط وبيقول يا رب. يعني الحزن ملوش علاقة بالرضا ولا بدرجة الإيمان، فبلاش تحملوا الناس فوق طاقتها بكلامكم. والله المستعان.